واحدة من أشهر المسابقات التلفزيونية الخاسر الأكبر أو The Biggest Loser، وتم عمل نسخة منها في أكتر من بلد. مجموعة من الأشخاص بيعانوا من السمنة المفرطة بيتجمعوا في مكان واحد، والفائز هو من يخسر أكبر عدد من الكيلوغرامات. اللي شاف البرنامج ده أو حتى صور الفائزين هيشوف إزاي كانوا بيحققوا إنجاز كبير جدا وفي وقت ضيق جدا. لكن الدراسة اللي تحت إيدينا النهاردة رصدت الفائزين في المسابقة دي بعد مرور 6 سنين من انتهاء السباق ده. إيه اللي حصل؟ أغلب الفائزين استعادوا جزء كبير من أوزانهم مرة تانية، بل وبسرعة فاقت التصور. حتى إن أحد الفائزين كان بيحكي إنه حرفيا كان بيزيد في الوزن بمجرد شرب المية. إزاي ده حصل؟ بص يا سيدي، لو انت فاكر انك هتضحك على جسمك تبقى غلطان. انا عايزك تفتكر كويس جدا في يوم من صيام شهر رمضان قبل المغرب بشوية حركتك بطيئة، تفكيرك بطيء، سقعان، كلامك بيطلع بالعافية. ايوه صح، ده اللي بيحصل. ليه بقى؟ لما بتقل السعرات الحرارية داخل جسمك بيبدأ جسمك كرد فعل دفاعي يقلل معدل الحرق، ويدي أمر لأجهزة جسمك المختلفة إنها تشتغل على القد. هتقلل سعراتك هقلل حرقك. وده بيفسر ليه في بداية رجيم إنقاص السعرات بنفقد وزن كويس ثم يقل فقدان الوزن بعد كده، لأن جسمك بيبقى أخد باله وبدأ ينتبه وبيقلل معدل الحرق. وده اللي حصل للفائزين في برنامج الخاسر الأكبر. بعد انتهاء البرنامج كان مستحيل يظلوا مداومين على البرامج الغذائية القاسية اللي كانوا بيمارسوها في المسابقة، ولا يستمروا على نفس معدل ممارسة الرياضة العنيف ده. هم ما رجعوش لحياتهم القديمة ولا رجعوا ياكلوا زي الأول، لكن برضه وزنهم زاد لأن معدل الحرق استمر منخفض والفترة طويلة جدا. فمع أقل كمية طعام ابتدوا يزيدوا في الوزن مرة تانية. لو عايز تفقد وزن أكيد ما تنساش لعبة معدل الحرق داخل جسمك عشان ما تضيعش وقت على الفاضي. رابط الدراسة هسيبهولك في التعليق.